هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون تمام. اليوم سويت لكم اكله سريعه وبنفس الوقت دسمه، والعراقيين جدا يحبوها وجدا نعتمد عليها. هنا انا سلقت اللحم بمي وهيل وورق غار لمده نصف ساعه الى اكثر، وراح اخلي عليه 5 فصوص من الثوم واتركه يحمل. بعد ما حمت عندي الجدر اضيف فلفل اسود وملح. بعد ما حمت اللحم عندي هنا ربع كيلو بامية مغسولة اضيفها فوقه واتركها تحمل. اغطيها واتركها على نار متوسطة تحمس لحد ما يتغير لونها وتذبل شوية، ونكمل باقي الاكله. بين ما تحمس البامية هنا أنا عندي 3 حبات من الطماطة مع 3 ملعقة طعام معجون اي نوع انتو تفضلوه، اخلطهم بالخلاط وياهم اضيف قلاص من الماء البارد واضيفهم على الخلطة. انا اضيف الخلطة اللي سويتها واتركها تتهدر. بنات وهاي البامية بعد ما اخذت اول فورة الها، شوفوا الجمال. اضيف لها ملعقة من الدهن الحار واتركها تتهدر. بنات وهذه بعد ما كملت المرقة وتهدرت زين، ما احكي لكم على الطعام فد شي ومربى كلش ثخينة وطيبة. لا تنسون الاشتراك بقناتنا وتفعيل الجرس ومشاركة. شكرا لكم.